المركبة المسكونة. في ليلة مظلمة كانت هناك مركبة قديمة وتمر على طريق مهجور. فكانت المركبة قديمة ومهجورة، وكانت المركبة تسير ببطء على طريق مظلم. ولكن ما كان يخيف الناس هو أن المركبة كانت مسكونة بالأشباح. وكان السائق شابا شجاعا ويدعي علي، وكان لا يخاف من الأشياء المرعبة. قرر على أن يركب المركبة ويكشف ما الذي يجري فيها. عندما دخل على المركبة شعر بشعور غريب. كانت المركبة مظلمة، وكانت الأبواب تصدر أصواتا غريبة. وفجأة رأى شبحا يجلس فوق المقعد الخلفي. كان الشبح عينيه تلمعان في الظلام. بدأ أن يهرب من الشبح، ولكن كان الشبح أسرع منه. بدأ الشبح يتحرك في المركبة، وكان الشبح يصدر أصوات غريبة. فجأة توقفت المركبة، وكان الشاب محبوسا في المركبة ولا يستطيع الخروج. وكده القصة الجميلة بتاعتنا خلصت. ولو عجبتكم اكتبولي كومنت حلو زيكم كده، ومع السلامة. باي.